سبحان الله العظيم. عشق الحسون لنبتة الحريقة العامية المغربية، ما شاء الله. تمشي الزريعة ديالها ياكل حتى النبتة ديالها كما تنشاهدو. الأنثى هادي الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. يعني سبحان الله، هاد النبتة تحتوي على كلشي، سبحان الله، فيها كلشي، فيها البروتين الكامل يعني اللي تيقدر يعادل اللحام وهاد المسائل. البروتين اللي تيكون العضلات وهاد المسائل، يعني غنية بأملاح، غنية بفيتامينات، وغنية المضادات الأكسدة، بمعنى الطائر تياكلها تولي ماكلة ودواء كما تنقولو، تياكلها وفي نفس الوقت تطهر للأمعاء، جهاز التنفسي، جهاز المعوي كما تشاهدوا. الأنثى الله يبارك المخرج ديالها راه بدا يتسع، شوف كي تشوفوا المخرج ديالها تبارك الله بدا يتنفخ، الله يبارك. راه الحريقة راه سبحان الله العظيم تتزيد التستوستيرون في الدم، تدفق التستوستيرون، تتزيد في الهرمونات بالنسبة للإناث، تساعد في تكوين عنقود البيض لأنها غنية سبحان الله، راه فيها جميع ما يخص هذا الطائر هذا سبحان الله. في الحريقة مرة تنعطي عليهم تقريبا بشكل يومي سبحان الله العظيم. درتها لهم اليوم، تندير لهم بواحد الكمية باش لا غدو تتبقى عندو، حتى لا ماكش مسالي تتبقى عندو تياكل فيها يومين ما تيوقع عليها والو الإخوان. بالعكس، إلا كانت فيها الزريعة بحال هاد العريش كبير تياكل فيها يومين الله يبارك. هادشي اللي كاين الإخوان، نهاركم مبروك، وما تحرموش الطويرات من نبتة الحريقة، راه ما شاء الله. وهي راه فيها 3 أنواع، اللي لقيتو عطيه لها، ولا عطيو للذكور ولا للإناث الله يبارك. وتشوفوا الجهوزية والقمة الجهوزية والبيض مخصب وتطهير في نفس الوقت، يعني تدير برونشيمو بطريقة غير مباشرة، يعني هو غذاء ولكن في نفس الوقت راه تيطهر الطائر من الداخل ديالو وتيزيان من برا، والله يسخر الامور. ونهاركم مبروك. هذا موضوع خفيف جدا جدا، اللي كنتو طلعتو في الفيديوهات الاخرين راه ديما تلقاو عندي الحريقه ديال هاد الطويرات، راه تنعتمد عليها كثير وما نبغيش من الاخوان يعني يستهنوا بها. بالنسبه لي انا نعطي البروكلي، نعطي الحريقه اللي كانت عندي، تنفضل الحريقه على سبحان الله على كل شيء. الحريقه والتيفاف والجرجير وهاد الحشائش البريه راه ما شاء الله، خاصه طائر الحسون. لا في الجوزيه لا في الاناث متوكل الفراخ وهاد المساله، ماشي تنقول الخضار والفواكه ما خدامينش ولا ما مزيانينش، لا، تمشيو لشكون اللي النسبه ديالو والقوه ديالو اللي تكون عاليه. وبالنسبه للطيور على حسب الغريزه ديالهم في الطبيعه وهاد المسائل، راه هما النباتات البريه، راه النباتات البريه راه هما الاصل في الطبيعه بالنسبه للطيور عامه والحيوانات تيقتاتوا عليها. والله عز وجل عطينيهم في هذا الوقت يعني تكون عندهم الوليدات وعندهم الفراخ باش يقاو باش يوكلوهم وتكونوا هما صحاح. وانا الحريقه راه تنعطي لهم تقريبا بدايه شهر 12 ولا في اخر شهر 11، يلاه تبدا صغيره فيها واحد 5 سنتيم ولا هادي، تنبدا نقدمها لهم حتى تولي فيها الزريعه وتتدبل كاع. ملي تدبل تنجمعها قبل وتنجمع الزريعه ديالها تتبقى عندي، وتنجمع حتى النبته تنكرمها في الظل كما قلت الاخوان ديالي. تنشد النبته وتنكرمها في الظل وتنبقى نعطيها لهم في الباطي، تنستعملها لهم بحال البودره في الباطي، راه مزيان على مدار السنه بالنسبه للتطهير ديالهم وهاد المسائل. اما البذور هما قويين، فيهم عناصر بحال سبحان الله. شوف حرقاتها، شوف سبحان الله العظيم، حرقاتها الحريقه. حنا شوف سبحان الله العظيم، هنا تيبان لك ان الحريقه هي تتحرقهم، ولكن عشقها وحبها للحريقه راه ما تتنسى الالام ديالها. بحال خوكم زكريا مثلا جماعه انا راه تتحرقني، وبالعكس حب في الطويرات ما عندناش مشكل. هذا هو اللي كان اخوان، بلا ما نطول على الاخوان ديال اكثر، ما تحرموش الطويرات ديالكم من هذه النبته. هذه النبته المعجزه الربانيه رقم 1 في النباتات بالنسبه لطائر الحصون في الطبيعه. راه تفوت الشهر دوماري الاخوان، الشوك احمر او الشوك جمل تفوته قوه وحب للطيور. الله يسر الامور. نهاركم مبروك. كاين شي سؤال شي استفسار مرحبا والف مرحبا. وهنا كما تشاهدوا الاخوان الله يبارك، هي عطى الطويرات كاملين عمدوا لي وسط المنزل. شوف الكميه اللي عاطيهم، تياكل الجهد ديالو كامل، تبقى لي حتى الغدا عاوتاني وياكل منها. هانتوما الاخوان الله يبارك، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. الطويرات الاخرين حتى هما
سمحوا لنا الصورة باش توضح لكم الصورة. هاد الطويرات الأخرين، هاد الأنثى في قفص أخضر هذا، ها هي، وهاد الذكر تا هو اللي علاقي معاه إن شاء الله، تا هو شوف شحال الكمية اللي حاط ليه، حيت هادي حريقة راه فيها أنواع، كاين الحريقة اللي تتكون بحال طويلة بحال الخيوطة، وكاين الحريقة اللي تتكون فيها بحال التمرات. شوف هادي كي دايرة هاد الحريقة، اسمح لينا نوريو الإخوان. شوف هادي كي دايرة، هادي تجي طويلة وفيها البودور، راه تيعشقها كتير. وهادشي اللي كان الإخوان، هاكم مبروك ومسيرة موفقة والله يسر الأمور.